دلوقتي عايزينك ترن على خطيبتك وتقول لها ان انت كنت عند الدكتور واكتشفت ان انت عندك عقم، وعايزين نشوف ردة فعلها قدام الكاميرا. لا لا لا، عمرها ما تسيبني ابدا لو ايه حصل. استنى بس، انت ليه واثق الثقة دي؟ لان احنا يعني مع بعض من زمان، وهي بتحبني جدا، ويا ما عدى مواقف كتير وحشه وهي كملت معايا، لكن ما تجيش عند الموقف دي. اقول لك بس الموقف ده بيكون من اصعب المواقف بالنسبة للبنت. لا لا لا، ما انا ما بقول لك اهو مش هتسيبني، لا. طيب دلوقتي انت جاهز انك ترن عليها قدام الكاميرا ونختبرها؟ نرن عليها قدام الكاميرا دلوقتي حالا ونختبرها؟ ايوه قدام الكاميرا. عادي، مفيش مشكله، نرن عليها. طيب يا جماعه، لما هو يرن انا جايب لك تطبيق تعرف تكسب منه فلوس وانت قاعد في البيت. بمجرد ما تحمله وتشوف اي اعلان بتحول لك فلوس فورا، تقدر تسحب من عليه الفلوس من على انستا باي في اي وقت. حمله وما تنساش تدعي لي. دلوقتي انت جاهز ترن ولا إيه؟ اه جاهز. طب يلا. تمام ماشي. الو. الو. يا حبيبتي، ايه؟ ايه انت فين كده؟ في الشارع. تمام، انا عايز اقول لك على موضوع مهم كده، ولو انت فاضي عايز اقوله لك. بقول لك انا كنت عند الدكتور بكشف، وللاسف اكتشفت ان انا عندي عقم ومش هعرف اخلف. فانت ايه رايك او كده؟ اكتشفت امتى ودكتور ايه ده؟ طب وازاي؟ قلت له ايه؟ ازاي؟ يعني انا للاسف مش هخلف، مش هعرف اخلف. طب وانت شايف ايه؟ يعني شايف، انا بقول لك يعني جيت عرفتك على طول عشان تبقى عارفه، يعني انت اول ما طلعت قلت اقول لك انت اول واحده. طب والمطلوب مني ايه؟ انت بتتكلمي، انا اقصد اللي انت، انا عايز اعرف انت ردك ايه او ايه في الحكايه دي يعني. والله يا محمد احنا مش هنضحك على بعض اكتر من كده. يعني ايه تقصد ايه؟ انا بقالي فترة طويلة جدا بقول لك ان احنا مش هينفع نكمل. مش هينفع نكمل؟ مش سامع، علي صوتك. ايوه مش هينفع نكمل. مش هينفع نكمل؟ طب ليه؟ انا عملت حاجه؟ لا ولا حاجة، بس انا حاسة ان احنا مش مناسبين لبعض اصلا. صوتك مش واضح. انا حاسة. بالله يعني انت الموضوع ده بيفرق معاكي ولا ما بيفرقش؟ بقول لك، هو الموضوع اللي انا حكيت لك عليه ده هو بتاع الدكتور فارق معاك اصلا ولا مش فارق معاك؟ طبعا فارق. فارق ايه بقى؟ ما انت مش عايزه تكملي معايا بعد ما عرفتي. ما هو ده اللي فارق. انت اكيد بتهزري، انا حاسس ان دي مش كلامك، صح؟ بتهزري. ما بهزرش، دي الحقيقة. ازاي يعني؟ لا، لان انا حاسس انك بتهزري، دي مش كلامك معايا. ما بهزرش يا محمد، هفضل معاك اعمل ايه؟ يعني ايه قصدك ان انت مش عايزه تكملي معايا؟ مش كفايه ضيعت 3 سنين من عمري معاك وجاي دلوقتي تقول لي؟ يعني انت والله بتتكلمي بجد؟ ههزر ليه دلوقتي؟ يعني انت بتقولي ان انت ضيعت 3 سنين معايا، يعني انت اصلا ما كنتش عايزاني. محمد كنت عايزاك، بس دلوقتي انا حاسه ان احنا مش مناسبين لبعض. انا ما بنحبش بعض. تقولي ايه؟ زمان كان دلوقتي انا حاسه ان احنا لو فضلنا هنظلم بعض. حاسه ان احنا مش عايزين نكمل. كلمة. طب خدي كلمي. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو حابب اقول لك حاجة واحدة. هو انت فعلا بتحب الشخص ده ولا لا؟ بكل صراحة. يعني ايه؟ ها؟ يعني ايه؟ انت بتحبيه ولا لا؟ كنت بحبه. ايه اللي كنت بتحبيه؟ يعني انا مش، يعني كنت بتحبيه، يعني كنت بتحبيه والوقت مش بتحبيه بسبب ايه بقى؟ كل حاجه. مش فاهم حاجة. يعني هو الوقت بيقول لك ان هو راح للدكتور واكتشف بالصدفة ان هو عنده عقم. طيب وحاجة مش بإيده. طيب طب وانا بايدي اعمل ايه؟ يعني على الأقل ما فيها انك تطيبه بخاطر، تقول له ان في مثلا دكاترة، في مثلا الطب اتطور والعلم بقى احدث، ممكن كنت تكلميه في الحتة دي. طب واكدب عليه ليه؟ طب ايه؟ بتقول ايه؟ اكدب عليه ليه؟ ما هو مفيش امل. هقول لك برضو حاجة بقولها لكل الناس اللي بتطلع معانا، انا عايز اقول لك ان ده مقلب اصلا. تمام؟ واحنا يعني هو ما عندوش حاجة والحمد لله ما فيش في اي حاجة، واحنا وقفناه وبنقول له عايزينك تختبرها. قال لي انا يعني احنا مرينا
فترات اسوأ من كده، فما اظنش ان ده حاجه انها اصلا تقدر انها تفرقنا عن بعض. تمام. لكن هو كلمك، هو كان مفكرك بتهزري في البدايه، فانت ايه رايك؟ ها؟ ما اعرفش. هو ايه اللي ما مش تعرف؟ مقلب اصلا. بقول لك هو مقلب، ما عندوش حاجه. وليه المقلب من الاساس؟ وليه المقلب؟ يعني انت شايفه ان انت لو، يعني انت شايفه حط نفسك مكانه، حط نفسك مكانه، وان هو مثلا كان قاعد وانت رنيت عليه وقلت له 1 2 3 حصل معايا كذا كذا. نفس رد. ها؟ يقول نفس رد. عايز اعمل ايه؟ طب ثواني بس، ثواني. يعني خليك انت مكانه وانت رنيت عليه وقلت له انا عندي عقم. هو انت لو كان قال لك نفس ردك ده كنت هتعملي ايه؟ كنت هتحسي ان هو كان بيحبك اصلا؟ لا. ها؟ لا. لا، يبقى انت كده ما كنتيش بتحبيه. هو عامة لو انا ما كنتش بحبه هفضل معاه 3 سنين اعمل ايه؟ معلش، انت 3 سنين، 3 سنين لو انت بتحبيه عمرك ما تضيعهم في معلش دقيقة. طب معلش انا كنت هفضل معاه اعمل ايه؟ فهمني. يعني كنت تفضلي معاه تعملي ايه؟ كنت هتحاولي. كنت لو هتحبيه، انا اعرف ناس عادي يعني، لو يعني على الاقل يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحة. لو اختك خلاص. اكيد مش هترضى لها كده. لا، لو اختي، ودي حاجه بايد ربنا طبعا، الشخص ملهوش يد فيها. لكن انا كنت هقول لك امتى ترفضي او تقبلي، يعني براحتك زي ما انت عملتي. لو كان اصلا من البدايه ما كانش في بينكم عشره وايام قضيتوها مع بعض. لكن انت بتقولي بقالك 3 سنين، ف3 سنين انك في ثانيه كده تتخلى عنه، فمش شايفها حاجه حلوه. ماشي، بس دي حياتي. ماشي، وانت هضيعها حره. ليه؟ ما توقعتش منك كده نهائي، وقلت يعني قلت قدام الكاميرا اللي ان انت عمرك ما تحرجيني ابدا وهتعدي كل حاجه معايا، بس انت صغرتيني قدام الناس كلها. هو انا ما حرمتش. دي حياتي. دي الحقيقه. طيب ماشي، هنشوف الموضوع ده. حياتي اولا. مش هضيعها عشان ما احرجكش. مش هتضيعيها، خلاص ماشي. في آية في القرآن بتقول برضو، عايز اسمع لك لو انت مثلا عدت عليك او لا. الآية دي بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يعني ده كله باختيار ربنا وبإرادة ربنا. فبس يا ريت الآية تكون بس وضحت لك حاجة من اللي أنا أقصدها. أنت بتضحك ولا زعلان ولا مبسوط؟ انا كنت الحمد لله، انت اصلا قابلتني عشان اعرف كل واحد على حقيقته، والحمد لله يعني المعلومه وصلت لي. ربنا ان شاء الله يعدي كل حاجه على خير. زعلان مني أنا؟ لا مش زعلان، ده بالعكس. انا فرحت لما انت قابلتني وقلت طب ما كويس يعني اختبرها واشوف رد فعلها. أنت كنت شفت لنا الفيديوهات، كنت شفت لنا فيديوهات من دي قبل كده صح؟ تقريبا شفت لكم فيديوهات قبل كده، والحمد لله ان انا قابلتك بس الناس بتقعد تقول لي أنت السبب، ناس كتير بتقول لي أنت السبب. لا مش انت السبب ولا حاجه، هو انت قابلت شخص عملت معاه كده، ما افرض كانت حصلت بعد الجواز فاكيد يعني هتبقى اوحش. فكل واحد بيبان على حياته.